اهلا بالكبير بتاعنا اللي اشترانا وما باعنا، في الاقسام كان بيدلعنا، كان دايما بيقلعنا نعلي صوتنا ويسمعنا، يجيبنا زي الكلاب وعلى قفانا بيشخلعنا. انت اللي كنت بتسكن دلوقتي انت المسكون، بطلع لك لساني زي ما اكون مجنون. اللي بدقني يتسجن واللي صوته عالي نخرسه، تدوس وتفرسه تحت الارض يدفن. اسمك العدلي وبتطبق العدالة، ما شاء الله السجون عندنا زي الوكالة. الدنيا ماشية بالمزاج مفيش تنظيم مرور، ونظام الطوارئ سجن 6 شهور من غير اسباب. بابك قدامه 1000 باب، وانت واحد من اللي خلوا الشعب يعمل انقلاب. شفت اخرة كل واحد يضيع حق مصر، انا اسف بس بالنسبة لك انتهى العصر. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم برنامج شبوكش تايم، البرنامج اللي فجر الدنيا، البرنامج اللي كسر الدنيا، البرنامج اللي دمر الدنيا، البرنامج اللي خلى حسني مبارك يتنحى وسجن احمد عز، البرنامج بطل كدب بقى. حاضر. 25 يناير بنحتفل بيه. فعلا احتفلوا بيكم المرة دي احتفال شنيع. هو حدث تاريخي. حدث تاريخي طبعا عشان اللي بيسجن بقى مسجون. وبيعتبروا ان الامن بيتدخل في كل ما هو متعلق بتسيير امور الدولة، وهذا تفكير خاطئ. لا 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 يا راجل، الامن ما بيتدخلش في امور الدولة خالص. ده قبل 25 يناير كنت تعرف لون البوكسر اللي انا لابسه ايه يا جدع؟ ده انتوا دخلتوا في هدوم ابونا. ليه بيتقال يا فندم انه عذب حتى ينطق؟ التعبير ده ليه سائد عند المصريين؟ على حد من خلاص انتهينا. علينا ان نقيم الدليل باجراءات البحث والفحص بتاعتنا. ايوه، يعني مش نجيبه ونديله على قفاه ونجيب امه واخته لو قضيه كبيره شويه يشرفوا معانا وبتاع. لا يا عم، ده شغل مسلسلات تامر حسني وادم وبتاع، هاتش في هاتش، يعني شغل مخرجين. وبعد ما تم التأكد من الخطوة دي وان هم سلام، تم توزيع عليهم بعد كده الملابس البيضاء الخاصة بالحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات، ولبسوا بالفعل الملابس البيضاء. لكن شفنا ان حبيب العدلي يعني كان معاه لبسه الخاص بيه، لابس تريننج ابيض. تريننج ابيض ليه يا ابو تريك؟ انت هتنزل تجيب لنا بطولة افريقيا؟ الكرسي طار وانا كان في ايدي ايه اعمله يا دادي؟ يا دادي. طب انا ماليش دعوه، هو حبيب المسؤول عن الحاجات دي. ايوه حبيب المسؤول، هو اللي نزل جمال وخيول على المتظاهرين، عامل لي فيها موقعة الجمل، فاكر نفسه ابو لهب حضرته. ما انت اللي قلت لي هم عشرات المتظاهرين، اتريهم ملايين يا غبي. عامل لنا فيها ابو لهب فيديو بيض اساسا. بس طبعا هو رد على الاتهامات دي رد جامد. مش كده برضه طبعا. وحياة ابوك قول كلمة مفيدة نفهمها. هترجع؟ هنشجع. وطبعا بعد حلقة عز انا كنت خايف اتعلق وبتاع، بس اتسجن له 10 سنين، وانت ان شاء الله هتاخد لك بتاع 132 سنة. وصلنا لاخر الحلقة، وشكرا لكل اللي تابعنا. شير وسبسكرايب بقى يا جماعة ما تنسوش، وكلمونا على الفيسبوك لو عندكم اراء او كده هنناقشها معاكم. استنوا الحلقة الجاية وان شاء الله اللي جاي احسن. انا بفكر ارشح نفسي رئاسة الجمهورية، ايه رايكم يا رجالة؟ على الفيسبوك بقى الاراء. بالنسبة للراجل بتاع بودعك، البقرة بتاعتهم ولدت في البلد وهو بيقول ان هو مش جاي النهاردة، بس ان شاء الله هيكون معايا من الحلقات الجاية.